السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي بقيتوا شويه ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. خوتي خواتاتي كما العاده فضلا وليس امرنا ما تنساوناش من لايكات ومشاهده كامله، واللي ما مشتركش معنا في القناه يشترك معنا باش هكا يوصلوا الجديد ديالنا. اول حاجه كنترحموا على الاخت مديحه الله يرحمها ويوسع عليها ويثبتها عن السؤال ويجعل قبرها روض من رياض الجنه، وتعازينا الحاره الاخ ديالها والعائله ديالها بطبيعه الحال الكبيره والصغيره، والله يصبرهم والفراق صعيب. خوتي خواتاتي هاد السيده ما كنعرفهاش، اول مره كنشوفها كنسمع عليها، سمعت ان بعض اليوتيوبرات بارطاجوا القناه ديالها حكاو المآسي ديالها، دخلت القناه تفرجت فيها جاني الفضول، بغيت نعرف شكون هاد السيده اللي الناس كتهضر عليها. صراحه لقيت واحد الانسانه متواضعه محترمه مسكينه، كافحت للاسف الشديد، غاولت في صحتها، نقدروا نقولوا غاولت في صحتها، دارت شي حوايج اللي ما خصهاش تندار ولكن دارتهم على جال بنيتها، كانت باغا الشمل يتجمع، كانت متهاونه في صحتها، لانه الفيديو التالي اللي شفتها انها كانت عندها واحد النهجه كانت كتجيها واستخفاء وما كانتش كتمشي للطبيب، وهذا الشيء باش يعني ماتت مسكينه سكته قلبيه. خوتي خواتاتي انا ما غنعاتبها مسكينه ما والو، اللي عطا الله عطاه وما عنديش غادي نعاتبها. اولا هي ماتت الله يرحمها ويوسع عليها، اي ام مغربيه كتصبر على وليداتها وكتكافح وكتاكل الدق وكتهان على ولادها، ولكن كاين اهانه على اهانه، ولكن هذا الشيء بزاف اخوتي. اللي ولينا نشوفوا بنات بلادنا كيتزوجوا مع البراني وكيتكرفصوا عليهم. حنا مديحه ماتت الله يرحمها ويوسع عليها، ولكن ما كنبغيوش اننا نشوفوا بنات اخرين يتعاملوا واحد المعامله خايبه ولا يعيشوا واحد الفقر واحد الميزيريه في واحد البلاد اللي ماشي بلادهم. علاش اخوتي؟ الا غادي نعيش الفقر والميزيريه غنعيشها في بلادي مع ولد بلادي. انا نجيكم صراحه، غندير قناه وغنخدم على بركابي، غنديرها على ولد بلادي ولا نديرها على راسي وما نتزوجش ونخدم على راسي صافي. ولكن باش تشوفوا بنت آية في الجمال تبارك الله، مديحه راها زوينه، ديتها بالطوله بالدراع بكلش، تمشي عند واحد تركي كردي غادي يعاملها واحد المعامله خايبه، الفقصه المشاكل، البنات خصهم فين يقراو، خص دار تجمعهم، خاصهم ياكلوا، خاصهم يشربوا، خاصهم يتغطاو، خاصهم يداواو، راجلها مريض فيه الكونسير في الراس، مسكينه بقات كتفكر تفكر 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 كترد لقلبها حتى تطرطق قلبها. راه القلب راه ما كيطرطقش غير هكاك، راه كيطرطق بالمشاكل، وراه حتى لا طونسيون كيجيب سكته قلبيه، خصكم تعرفوها. لا طونسيون كيطرطق عرق في الراس، كيسيل الدم بالنيف. سكته قلبيه سي فغي، حنا كنقولوا الاجل كمل، ورقتها تسالات ورقتها طاحت، يعني كان خصها تغادر الدنيا، يعني بالمشيئه ديال الله سبحانه وتعالى، ربي اللي امر، ولكن خصنا نرخفوا على راسنا. انا هذا الراجل اللي غادي نصبر معاه ونتكرفس معاه وغادي نهز الهم ديال الدنيا والدين بناقص بدين مو كاع، واش ندير بها انا كاع؟ عاش غادي يزيد عليا؟ حنا كنقولوا لكم مديحه راها ماتت، خذوا العبره من مديحه، خذوا العبره من مديحه، هي اللي كتبقاو تصبروا وكتبقاو تكلفوا على راسكم وكتبقاو تقاتلوا مع الزمان. واحد العيشه ماشي قدكم ما تعيشوهاش. هاد مديحه لو كان نمشيو نشوفوها في دارهم كانت عايشه بخير باينه، واخا كانت خدامه في المغرب ماشي مشكل، المهم دار باها كتفتح فيها طول وعرض، معززه مكرمه، عندها سقف زوين، عندها 4 ديال الحيوط لمينها، ماشي الا نمشي نهز باليزتي ونمشي عند واحد الخانز واحد المقلق ما راضيينش بيه بنات بلادو ونزوج بيه انا ونتكرفس معاه. كنرجع نقول لكم مديحه ماتت الله يرحمها ويوسع عليها، انا ما عندي مسكينه ما نعيب فيها، واذكروا محاسن موتاكم. اصلا مسكينه ما كنعرفوا عليها والو، فقط عبر السوشيال ميديا عرفنا في هاد اليومين، ولكن قلبنا حرقنا عليها، قلبنا حرقنا على بنات بلادنا اللي كيتكرفصوا. حنا كنا في الغربه اخوتي، انا ماشي غير مديحه ولا كنا في الغربه، ولكن ملي كنتغربوا كنبغيو نتغربوا على واحد الحاجه اللي زوينه. واش الغربه اللي ما تخلينيش الغربه اللي ما نقدرش نشري بها تيكي ديال الطياره نمشي نشوف مينتي ولا با، اش ندير بدين امها انا هاد الغربه؟ سمحوا لي انا كنهضر معصبه، اش ندير بهاد الخرا ديال هاد الزواج اللي ما غاديش ينقذني؟ اش ندير بهاد الزمر؟ انا نبقى مع با جالسه حدا مينتي واكله شاربه اللي قسم الله نص خبزه ناكلها انا ومينتي في نهار كامل، وبعداك راني نصبر لمينتي ونسيق لمينتي وجالسه مع مينتي وغير نضرب عيني مينتي
غادي تطول لي في العمار وغادي تزهالي الدنيا. واش انايا نمشي نهز فاليزتي ونجيبها عند واحد في مصر ولا واحد في تركيا ولا واحد في الهند ولا واحد في الصين ونتزوج معاه؟ علاش؟ واش غير انا باغا نتكنى راني مزوجه ودايره عقد زواج مع وما ديريش وما تزوجيش وبناقص هذا عقد زواج؟ وراه عقد زواج كتكتبي 5 دقائق وتندمي عليه حياتك كامله، وحياتك كامله وانت تندبي. يا البنات فكروا، يا البنات يا اللي كتمشيو لتركيا وتتزوجوا، يا المشاهدات ديالي العزازات، يا اللي كتشوفوا دوك اليوتيوبرز، ما نمشيوش بعيد، شوفوا اليوتيوبرزات، شوفوا اليوتيوبرزات اللي في تركيا. هذيك ساره اسطنبول ما كتخدمش على الرجال اللي كتديهم؟ ويلا قولوا لي لو كان انا اللي نعرفها مرا ونسطيحه في تركي ما ديرش قناه، ما تخدمش عليه. انا عندي لا فامي ديالي هنا في بلجيكا مزوجه مع تركي سنين ومنين، هنا ما دايراش قناه وما عمرها ما مشات لتركيا، ما تمشيش عند عائلته، وحتى هو صراحه ما كيمشيش. ولكن باش ندير انا قناه ونقرر، شوفوا غير ديك اشكم هذيك غوميري تخدم على تركي، جالس حط ترمتو فوق الداري فوق الفوطيحه شاكم والحزاق والنعاس. احنا كنهضروا هذا الشيء كنهضروا بالاعصاب اللي قلبنا حرقنا على بنات بلادنا، ها اللي ماتت، ها اللي تقتلت، ها اللي تكرفصت. علاش اخوتي هذا الشيء؟ علاش كامل؟ علاش؟ باش نتكنى راني مزوجه بتركي. شوفوا كاع اليوتيوبرز اللي في تركيا دايرين قنوات وكيخدموا على رجالهم، شوفوهم كاملين، لو كان ما يكريوش الديور هما، لو كان ما يأدوش هما، لو كان ما يديروش السيارات هما، لو كان ما يعمروش الفريغو هما، ما ياكلوش لا هما ولا ولادهم. علاش انا غادي نمشي نضحي براسي؟ راكو شفتوا ديك ساره اسطنبول ولدت مع 2 ولاد وفي الطريقات عندها مشكل في الوراق، واش ندير انايا بواحد الراجل نولد مع 2 ولاد وما يرقليش تا وراقيه؟ كارت سيجور ديال تركيا ما عنديش كيما لالياتي، واش ندير بهم؟ انا كنعطيكم الامثله ديال اليوتيوبرز بانهم ما عايشينش بخير، عايشين تكرفيس، عايشين الويل. هذوك اللي كتزوجوا لي بسوريا ودوك العراقيين ودوك الفلسطينيين هذوك نفعوا حتى نكهم. مثلا هذيك اللي مزوجه لنا مع جمان دايرنا داك السوري نهار هو مقاتل غير مع شعرو، ما لقاتوش مؤخرا مزوج عليها ويخدعها، حتى الا ما تزوجش عليها راه كيخدعها. علاش؟ لقى الدار، لقى الويفي، لقى السخونيه، لقى الفريغو عامر، لقى اليوتيوب، لقى الفلوس داخلين. المراه كتخدم، المغربيه كتخدم كتدمر. انا ندمر هاد بوركافي غير باش يقولوا المغربيه الله يعمرها دار، وخليهم يقولوا عليا الله يخلي دار بويا. انا من عندي، انا شوفوا من عندي حاليا الراجل اللي بغى يقولوا فيا خانزه، معفونه، ما كنسواش، فاسده، عاهره، ماشي بدراحه، ماشي متوله، ما كيهمنيش، تهمني صحتي تهمني صحتي. بنادم الا شكرني ما غيدخلنيش الجنه، وبنادم الا طيح بيا ما غيدخلنيش الجنه. الصحه هي كلش، اللي مشات له صحته غادي يمشي تحت القبر، كما احنا كلنا غادي نمشيو تحت القبر، كلنا غادي نموتوا، ولكن نموتوا شي موتوا ديال الرحمه، ماشي حنا نتقاتلوا وفي التالي تجي راسك قلبيه، المراه تمشي تحت التراب، الراجل يمشي يتزوج يعاود حياته، ايوا بحال اللي ديك المراه ما سوفرات ما مسكينه ما دات هم والو. علاش؟ غير باش يقولوا المغربيات ما اجملكن. وهذوك الاغنيه اللي كيقول لك اللي ما داش المغربيه يمشي يعاود زواجه، وسير عاودها لامك، ما تعاودوناش الزواج، خليونا حنا ما نتزوجوا لا مع براني لا مع ولاد بلادنا، صافي. زعما ايوا المغربيات حادقاتو زيناتو متولاتو، ما خويا ما تقولش عليا حادقه، ما تقولش عليا متوله، ما تقولش عليا زينه، قول عليا خامجه، قول عليا موسخه، قول عليا معفونه. مالك اش غدير لي غتدخل لي الجنه؟ مالك غتزيد لي في العمر ديالي؟ ما تبقاوش يغروكم دوك المظاهر ودوك الكلام ديال المغربيه الله يعمرها سلعه وانتم تحلوا المغربيه. بدك تتزوج خذ لك واحده مغربيه راح تاكل اكل كويس، ليه لا يطيحوا في مسار ندين امو باش نطيب له انايا ونحطوا له، ليه لا يطيحها فيه، ليه لا يوصلوا. يا البنات ديروا العز، تنعزوا، ديروا العز، ما تمشيوش هذيك مصر وتزوجوا. واش كاين شي واحد يمشي لمصر يا عباد الله ويتزوج؟ واش كتصبحوا على فول مدمس؟ راه المصر فيها الفقر المدقيع، راه هذيك النهار كاع اليوتيوبرز حتى كتقول لك ايوا روحوا تشوفوا عادات تاع الصعيد، بحال اللي غادي تمشي تمدلقه
محمود حميده كيستناها. واش دانا حنايا في دين امك حنا نشوفوا هاد تقاليد ديال الصعيد؟ حنا نشوفوهم حتى في التلفازه. حنا المصريين حنا مبكرين بليين بيهم، نعرفوا عوايدهم ونعرفوا تقاليدهم ونعرفوا داك الخبز النايح ديالهم. حاشا نعمه الله. روحوا تشوفوا العادات ديال تركيا. في العيد الصغير كنسلموا على يدين العجوزه والراس ديال العجوزه لا يوصل دين باباها كاع باش نسلمنا على الراس. بصح نتوما يا بنات الكلاب وسمحوا لي، نتوما اللي كتسلموا على يدين عجوزتكم في اليدين وفي الراس، لو كان مغربيه عجوزتك مغربيه ما ديريها لهاش، ما تطلعي لهاش بالقراض. تجي عندك مسكينه دقيقه تشوف ولدها تحطي بها العين، تحزيها هذيك الضحكه يضحكس مع ولدها الا دالها شكاره حليب تنقري عليها. يا المسخوطات طلعوا بالبراني وطيحوا بديولكم، الله يطيح عليكم النص ان شاء الله. جلسوا في ديوركم، جلسوا في بلادكم، الا جيتوا لاوروبا مرحبا سيدي، حرقتوا ماشي مشكل، يقرح غادي تسوفريو على واحد الحاجه، الا حرقتوا غتحرقوا على واحد الحاجه عندها الهمه والشان وقيمه. بعدك حتى الا طلقتي مع الراجل غتلقاي واحد المؤسسه اللي غادي تحتضنك، غتعطيك واحد الشهريه تدبر لك الدار، ديري فورماسيون، تحطي ولادك في ليكول، ولا تمشي تقراي اللغه، ولا تمشي تدبري كاع خدمه وتخدمي، وغادي تافونسي وتزيدي لقدام، وغتعلمي اللغه وغتكوني مندمجه، وغادي ديري الجنسيه، وولادك حتى الا كبروا في اوروبا غادي يكبروا شويه مزيانين، عندهم واحد المستقبل زوين، وغتعاوني حتى والديك ماديا. واش انا البلاد اللي نعيش فيها يا ويلي ما نقدرش نشري فيها تيكي نهبط نشوف مينتي في المغرب؟ اش ندير بهاد البلاد؟ اش ندير بهاد الغربه؟ اش ندير بهاد تركيا اللي ما نقدرش نشري تيكي نهبط؟ اذا ما قادراش تشري تيكي باش تهبطي، اذا ما تقدرش تفتي لامك الفلوس، ما كانش الماده، ما كانش. هذيك مسكينه هذيك خديجه الغماري الله يرحمها ويوسع عليها، ماين الغماري ياك بنتها ما هودتش 4 سنين اللي تزوجت مع داك نص متر حتى هو اش كم ما هودتش 3 سنين ولا 4 سنين، ما هبطتش حتى خدمت لها القناه ودخلت الفلوس، وهادي عاد بقات تجي عند امها، عاد ياك امها كاع مسكينه جاها السرطان الله يرحمها ويوسع عليها، واش جات عندها بقاو عليها البنات هبطي شوفي امك، واخا غادي نهبط هي ما عندهاش الماده، ما عندهاش. واش البنات اللي كيمشيو من المغرب حتى الهند عباد الله، حتى الهند والهند وتمشيو عند الخنز والعفان الهند، نمشي انا عند الهنود ويلي على قله المغرب من طنجه حتى القرقارات، وعندنا غير السبوعه والرجال كي دايرين. وحتى لما بغيتيش ولد بلادك ما تزوجيش، ما نتزوجش ولد بلادي في الفقر، ما نديش حتى هندي فقير. علاش الهندي الفقير ترضاو به وما ترضاوش ولاد بلادكم؟ علاش الهندي الفقير الحازق اللازق كديري تيو وتحنيه على ركابك وكتسيقي واحد البيت ديال عجوجتك اللي ماتت باش تنعسي هذيك الناموسيه اللي كتنعس عليها هذيك عجوجتك كاع موسخه مودعه. والمغربيه عجوزتك مغربيه في المغرب اللي الفايونس من الارض حتى للسقف، زيدي القبص، زيدي التاويل. الامهات ديالنا ما شاء الله عليهم ما كتبغيوهمش، نهار اللي كتموت العجوزه كتبقاو رمي عليا كنتبول عليه. مالكم يا المدلولات يا مو الشنطات بهدلتو بينا غير باش يقولوا راني مزوجه مع هندي. واصحاب لكم الافلام هو الواقع، واصحاب لكم الافلام هو الواقع. راه الواقع شيء اخر، راه الزواج ملي كتزوجي مع ولد بلادك وكيكون يعشق فيك في الزنقه، ماشي هو ملي كتزوجي معاه يجي النهار ويضرب فيك وتضربي فيه، يجي النهار تهضري فيه ويهضر فيك، يجي النهار وتدابزوا وتخاصموا. ولكن ملي كنتخاصموا مع ولاد بلادنا حال سهل، بعدا غادي نمشيو عند والدينا نضربوا الباب برجلينا وندخلوا حنا ووليداتنا نغضبوا بالهمه والشان، امك وباك يديروا لك الهمه والشان. الا طلقت كاع معاه نخلي ولادي في بلادي عند بوينتي، الا بغى باهم يشوفهم، حتى لا قدر الله وحيدت لي الدوله حيدت لي الحضانه ديال ولادي معايا في المغرب، نقدر نتلقى ولادي غير في الدرب، نحضر عليهم العين تيجيو خارجين من المدرسه ونعنقهم ونسلمهم. فملي كتزوجوا مع هاد لي زيترونجي في هاد تركيا وفي هاد اليونان وفي هاد المصيبه الكحله ديال الهند والمصر، كيديروش في ولادكم؟ كيديروا يلا من حقو يدي ولادو، يحرق لك قلبك على ولادك. ولهذا بلاش هاد الزواج النايح، الا غير هاد الزواج النايح تزوجوا مع ولاد بلادكم وصبروا مع ولاد بلادكم، ومنها تشوفوا والديكم وتشبعوا والديكم، واش تعيشوا غرباء وتموتوا غرباء.
هاد الشيء راه لا يعقل، هاد الشيء راه كثر بزاف. المهم خوتي خواتاتي ما نطولش عليكم، الله يرحم هذه